بتحكي صاحبة القصة وبتقول: بقيت مش قادرة أستغنى عن الشغلانة دي، هروح فين ولا أجيب أكل منين ولا أعيش منين؟ أخدت على وضع معين وفلوس معينة مقدرش أستغنى عنها بعد ما أبويا وأمي انفصلوا من وأنا صغيرة، يمكن من وأنا عندي 10 سنين. كل واحد كان معاند مع التاني، محدش عايز يخليني أعيش معاه. تخيلوا، بنتي في سني، أبويا مش عايزني ولا أمي. فين وفين لما لقيت عمتي رضيت إنه هي تاخدني، مع إنه عمتي دي ما بتحبنيش وهي طبعا ما بتقولش، بس طبعا ده إحساس. خدتني بدل ما ترميني في الشارع. أبويا وأمي كل واحد شاف حياته، اللي اتجوز واللي سافر ونسيني خالص. عشت مع عمتي زي الشغالة بالظبط، بشتغل شغلها وبعمل لها كل حاجة. كانت بتقولي دايما: اشتغلي بلقمتك، انتي كنتي هتترمي في الشارع. معقولة دي عمتي؟ لحد ما وصلت الإعدادية، بعدها قالت لي: كفاية كده بقى عليكي وشوفيلك أي شغل. قلت لها: بس أنا معرفش أشتغل أي شغلانة. طب شوفيلي انتي أشتغل إيه؟ قالت لي: خلاص أنا هحاول أدورلك. ومفيش يومين ولقيتها بتقولي: انتي هتنزلي تشتغلي في سنتر بتاع ملابس على أول الشارع، ايه رأيك؟ قلت لها: مفيش مشكلة، بس خليني أكمل تعليمي. قالت لي: بقولك ايه، التعليم ده مش هيأكلك عيش، وديكي شايفة ولا أبوك ولا أمك بيصرفوا عليكي، وأنا بصراحة كفاية أوي عليا لحد كده. وفعلا نزلت أشتغل، ما كنتش أعرف أي حاجة، بنت صغيرة معاها إعدادية. كنت برضو بشتغل بشيل وبحط، كنت تعبانة جدا في الشغلانة. لحد ما في مرة لقيت واحدة زي ما تقولوا كده زبونة المحل، الناس كلها عارفاها والكل كان عارفها. بدأت تتعرف عليا: وانتي منين وفين أهلك؟ طيب بتاخدي كام؟ وكل لما تيجي تقعد تفتح معايا الكلام. وفي مرة لما جت اتعودت عليها، وطبعا بتقولي: ايه رأيك تيجي وتشتغلي عندي؟ ليكي شغلانة حلوة قوي، بس تباتي برا، ايه رأيك؟ أهلك هيوافقوا؟ قلت لها: هشوف كده، بس أنا يعني انتي عارفة ظروفي، يعني هي عمتي ومش عارفة هتوافق ولا لأ. قالت لي: خلاص فكري وردي عليا. وفعلا روحت وقلت لعمتي، لقيتها رحبت عادي جدا. قالت لي: مفيش مشكلة يا حبيبتي، مادام أكل عيشك وهتجيبي منه قرش حلو ما تروحي، ايه المشكلة؟ ولا فكرت بقى هبات فين ولا هعمل ايه، المهم أمشي من عندها. وجت تاني يوم قلت لها: خلاص مفيش مشكلة، موافقة. قالت لي: خلاص بكرة هتلمي هدومك وتيجي وانا هعد عليك وهاخدك. وفعلا لميت هدومي وكانت مستنياني تاني يوم بالعربية بتاعتها، عربية فخمة، وكانت ست غنية جدا. مشيت ولا عارفة رايحة فين ولا هتوديني فين، وروحت ووقفت قدام محل كبير وهو شكله مالها ليلي. المهم دخلتني لصاحب الشغل وقعد يسألني: أهلك فين؟ وانتي يعني هتباتي هنا؟ وحاجات كتير قوي. هتشتغلي برضو في النظافة مؤقتا؟ قلت لها: مفيش مشكلة. وقال لي: هديكي ضعف اللي انتي كنتي بتاخديه. وفعلا قعدت أشتغل في المكان ده وأنام فيه لمدة كام شهر كده، لحد ما لقيته في مرة بيقولي: على فكرة انتي كده هتروحي معانا في مرحلة تانية، انتي حلوة
وشكلك سابق سنك وانتي عجباني، ليها حق المدام اللي جابتك تحط عينها عليكي، انتي شكلك جميل جدا، ويعني تنفعي معانا في الشغلانة دي وهتاخدي فلوس كتير قوي. قلتله هشتغل ايه تاني؟ قالي انا هفهمك وهلبسك حلو ونقعد كده مع الزباين. قلتله بس كده؟ قالي اه بس كده، وهتاخدي في اليوم كتير قوي. قلتله ماشي، وفعلا ظبطوني وجابولي لبس، وكان طبعا قصير وكان حاجات من دي، وكنت أول مرة ألبسها وحطيت مكياج، وبقيت بصراحة واحدة ما يبانش عليا إنه أنا صغيرة، بس كان شكلي بيبان أكبر من سني. وكانوا معرفيني إنه أنا أول صف في الترابيزات هي دي اللي هقعد فيها وجاري الناس بتوعها، تبقى الناس أغنية وناس خلايجة والكلام ده. بدأت أشتغل الشغلانة دي، بس طبعا كان في شوية تجاوزات، وكان كله مسموح في مقابل إنه كانوا بيدوني فلوس كتير جدا، بس طبعا الفلوس دي كان صاحب المحل كان بيقسمها، ما كنتش باخدها لوحدي، بس كان بيجيلي فلوس كتير، ومن ضمنهم ناس كانوا بيدوني كروت عشان أتصل عليهم، أو كانوا بياخدوا أرقام تليفوني عشان يعني يتصلوا عليا، وكانوا فعلا بيتصلوا عليا ويطلبوا إن هم يقابلوني برا الشغل. وبدأت الفلوس تجري في إيدي، وأول طلعة طلعتها كان واحد عايزني في شقته، وصفلي الشقة ورحت له، اتعامل معايا وكان حريص إنه أنا أفضل بنت زي ما أنا. المهم فضلت في الشغل ده وبقى معايا فلوس كتير، جبت عربية وبقيت ماشية على الحال ده، وأهلي ما يعرفوش عني حاجة. عمتي كنت بروح لها كل فترة أديها فلوس، وفي مرة من المرات لقيت جوز عمتي بيتصل عليا وكان عايزني. قلتله خير، في حاجة؟ قالي بس عايزك دلوقتي، عمتك تعبانة وتعالي دلوقتي. أنا معرفش طبعا هو عرف أنا بشتغل ولا لأ. المهم رحت دخلني وقفل الباب، قلتله فين عمتي؟ قالي على فكرة أنا عرفتك وعرفتي انتي بتشتغلي ايه، بس أنا عشان طيب مش هفضحك، بس اللي عايزه منك دلوقتي زي اللي انتي بتعمليه، ولا هو حرام عليا أنا كمان؟ قلتله انت بتقول ايه؟ انت اللي مربيني، وفي اليوم ده كل اللي كان طالع عليه انه انا اولى بيكي، انت بصراحة بقيتي لأي واحد، وكمان انت خلاص ما عنتيش بنت، يعني اللي بتعمليه برا مش عيب يعني تعمليه معايا بدل عمتك الكبيرة دي. وخرجتي من عنده وانا تعبانة ومكسورة انه ازاي يعمل معايا كده. وقتها قررت إنه أنا أسيب الشغل، وفعلا قعدت كام يوم مروحش الشغل، بس قعدت أفكر طب لما الفلوس اللي معايا تخلص هروح فين ولا أعمل إيه؟ أنا مليش مكان ومعرفش أشتغل أي شغلانة تانية، واتعودت إنه يبقى معايا فلوس كده. طب أعمل إيه ولا أروح فين بعد ما أبويا وأمي تخلوا عني؟ وادي عمتي وجوزها، أي نعم عمتي ما تعرفش حاجة. طب أروح فين؟ الظروف اللي حطتني في المكان ده، بس صدقوني أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا نفسي أبقى كويسة، بس ما عنديش حل تاني.